أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إيه ده يا بنتي يا شوشو المكان اللي احنا جينا عليه ده؟ والله ما أنا عارفة يا بابا، ده مكان كله مليطة وكله على كله. طب ما تكلم كده يا بابا صاحبك اللي عازمك، يمكن احنا دخلنا مكان غلط ولا حاجة. والله ما أنا عارف يا شوشو، يمكن برضه، خلينا نكلموه. ألو، أيوة يا فتحي أنت فين؟ يا فتحي علي صوتك أنا مش سامعك كويس، أنا عندي دوشة هنا. طب بص يا فتحي، أنا هوصف لك. أنا دخلت مكان كده سبحان الله يعني مليان عالم ملط، محدش فيهم لابس حاجة خالص، وشكلهم كده يا فتحي قط، عمالين يتنططوا خالص خالص، محدش فيهم ثابت. فأنا دلوقتي يا فتحي مش عارف أروح فين. إيه بتقول إيه يا فتحي؟ بقى دي مكان برضه تعزم صاحبك فيه؟ ده أنا جايب بنتي معايا يا أخي. ما كانش العشم ده منك خالص يا فتحي. لا لا يا فتحي، ده أنا زعلان منك خالص. والله شكله هو متفق هو وصاحبه وحب كده يورطني ويجيبني المكان اللي كله رقص دي. بس أنا مش هسكت، أنا هقول لماما. أنا مش هسيبه يحطني قدام الأمر الواقع. أنا لازم أول ما أروح أقول لماما وهي تشوف لها صرفة مع الراجل دي. ده حتى ممكن يطلع متجوز عليها كمان. أيوة طبعا، ما هو طالما الراجل بيروح أماكن زي دي ده معناه إن ديله مش معدول. يعني ممكن يطلع مصاحب مثلا أو شائط مثلا لا قدر الله. يا لهوي، ده أنا أبويا يطلع شائط. لا لا يا فتحي، انسى الكلام ده كله. انت قفلتني وانا خلاص بقى همشي وهروح. مش عايز منك عزومة يا عم. لا يا عم، انا قلت لك هروح يعني هروح، ويلا سلام عليكم بقى. بقول لك ايه يا بنتي يا شوشو، يلا بينا من هنا، احنا لازم نروح دلوقتي، وشكل صاحبي كده مش جاي. ليه بس يا بابا، ما تخلينا شوية، ده حتى المكان زيطة وحلو اهو. زيطة ايه بس يا بنتي، ده مكان يجيب كرشة نفس. يلا بينا بقى، خلينا نروح عشان نلحق العشاء في البيت قبل امك ما تاكلوا وتخلصوا لوحدها. خلاص بقى الامر لله، يلا بينا يا بابا. السلام عليكم، ازيك يا فتحية؟ وعليكم السلام يا حموكش، رجعتوا بدري يعني؟ ده انا قلت ده انتوا هتسهروا هناك طول الليل وهتيجوا واخري. لا احنا اصل قلنا يعني ما نسيبكيش بصراحة تتعشي لوحدك في البيت، قلنا نيجي نونسك. هو يعني اصلا انا افتكرتكم هتسهروا بره وقمت اتعشيت، وكمان يعني بصراحة ما عادش اكل في البيت، اطلب بقى دليفري. هو مش انا قلت لك يا بنتي يا شوشو لو اتاخرنا بره هنروح ما نلاقيش اكل في البيت خالص، هنلاقي امك كلته؟ علشان تبقي تصدقيني لما اقول لك حاجه بعد كده. طب بقول لك ايه يا مدام، اعتبريني كلت وشبعت، انا داخل انام ومحدش يصحيني. خدي تعالي يا بنتي يا شوشو هنا، انا عايزاك. خير اللهم اجعله خير. عايزاني في ايه بس يا ماما؟ ده انا جعانه قوي قوي قوي، وعصافير بطني بتسوسو خالص. يا بنتي تعالي بس هنا، انت دايما مفجوعه كده وهمك على بطنك. انا بس كنت عايزه اسالك، ابوكي ماله وجاي متعصب قوي من بره كده ليه؟ ده حتى اول مره في حياته ما يتعشاش ويسيبني ويدخل ينام، عايزه اعرف ماله. طيب يا ماما انا هقولك كل حاجه، بس على شرط عشان نبقى كده على نور من اولها. هتطلبي لي دليفري وهتديني 50 جنيه بس. يا بنتي المفجوعه يا نصابه، عايزه تلهفي مني 50 جنيه عشان تحكي لي بس انتوا كنتوا فين؟ بنتي وانا عارفاها مش هتقر على كل حاجه الا اذا خدت اللي هي عايزاه. ماشي، انا هداديها لحد ما اعرف كل اللي انا عايزاه. يا حبيبه ماما، ده انتي تاخدي عينيا، تعالي بس جنبي هنا واحكي لي كده. اهو يا ست ماما اديني قعدت، بصي بقى اسمعيني كويس وطقطقي لي وداني. اهو اديني سامعاكي، خلصيني بقى، كل ودان صاغي. بس يا ماما هو ده كل اللي حصل بقى كده يا حموكشة؟ دي اخرة صبر فتحية عليك، ده انا قايدلك صوابع رجليا ال10 كلهم شام. اعمل فيه ايه بس يا رب؟ وقال جاي يدهلزني ويضحك عليا ويقول لي ده انا جيت اونسك على العشاء. بصي يا ماما، هو من جه الدهليز
جامد أوي بصراحة. بس يعني أنا مش عايزاكي تزعلي نفسك وتنقهري أوي كده، هما الرجالة كده كلهم وطيين. لا طب والله ما أنا ساكتة، وما هي معدية على خير الليلات. هو أنا يعني هقعد كاتمة في نفسي كده لما أموت بحسرتي؟ أنا هو مفيش غل فيه دلوقتي وأصحي من أحلاها نوم. صح يا ماما، أنا بقول كده برضه. قومي صحيه وقعدوا كده زي الجدعان مع بعض وتعاتبوا وتصافوا وبالهداوة كده على بعض. ايدك بقى يلا على 50 جنيه وتطلبي لي الدليفري دلوقتي. يا لهوي ماما وقعت.